قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون.
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Sekarang ini kita belum mendapatkan informasi untuk terjadinya gerhana di sekitar wilayah kita. Walaupun sebenarnya tadi sudah ada info di sebagian wilayah seperti di Jayapura dan Ternate sudah melihat, dan juga wilayah Pasangkayu, ya. Namun pantauan dari tim kita untuk wilayah kita belum terlihat karena awan yang mendung. Ini juga menjadi kajian nantinya, insya Allah, jika kita atau sebagian daerah sudah melihat, apakah kita kiaskan sebagaimana ru'yatul hilal ketika sebagian sudah terlihat, maka itu berlaku juga untuk semuanya. Ala kulli hal, gerhana kali ini sangat singkat dan menurut perhitungan sudah berakhir pada pukul 18.47, ya.
Jadi nampaknya sudah berakhir, sehingga pun ketika kita mau sholat, waktu sudah tidak cukup untuk itu. Karenanya ya untuk kali ini kita tidak melaksanakan karena kita tidak melihat jelas dan informasinya juga agak terlambat sehingga kita tidak bisa melaksanakan waktu seandainya kita mengkiaskan dengan apa yang sudah dilihat di sebagian tempat. Namun insya Allah pahala sudah kita dapatkan bismillah, ada niatan untuk melaksanakan sunnah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala untuk kita semuanya. Sekali ini penyampaian dari kami. Karena itu bagi ikhwah, ya sekarang sholat Isya jam lewat berapa? 10 ya? Lewat berapa? 15. Ya. Jadi bagi yang masih mau tinggal ya untuk menanti sholat Isya silakan. Dan bagi yang punya kepentingan juga maka kita persilahkan. Mungkin tadi ada yang puasa mau menyempurnakan makan malamnya. Ya. Intinya malam ini kita tidak melaksanakan sholat gerhana. Tapi kita berharap sekali lagi semoga kita mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa Wahdah TV, televisi yang tentu sangat kita cintai bersama. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah Wahdah TV terus berbenah untuk menyiapkan program-program terbaik bagi para pemirsa sekalian. Di antara program yang insya Allah kita akan wujudkan adalah bagaimana Wahdah TV bisa terus mengudara selama 24 jam. Maka di antara program yang kita akan laksanakan adalah bagaimana kita memiliki program murattal para asatidah kita, para qori kita 30 juz. Namun untuk mewujudkan itu, Wahdah TV membutuhkan support para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Insya Allah kita akan membuat rekaman 30 juz para qari kita dan kita akan putar di Wahdah TV dan menjadi bagian program penting untuk pembelian alat dan pembenahan hal-hal terkait dengan studio rekaman kita. Maka saya mengajak ya kepada kita semua, karena ini adalah bagian daripada Al-Quran, amal jariyah, sisihkan sebagian rezeki kita untuk mensupport program Murattal Al-Quran 30 juz para ustadz kita, para qori kita, untuk senantiasa kita dengarkan dan insya Allah kita mendapatkan amal jariyah. Mereka yang ikut andil di dalam menyebarkan Al-Quran, baik dari sisi mendengarkannya, bacaannya, dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Mari sisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk menyukseskan program pembuatan ya Murattal Al-Quran 30 juz oleh Wahdah TV dan untuk kita semua. Mari terus bergabung dengan Wahdah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.